صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة كده. مش عارفة اصلا الصوت واضح ولا لا، بس الانسان مننا بيحتاج يحكي عشان ما يموتش. فانا محتاجة احكي النهارده. احكي عن ايه؟ هحكي عن تشتت الانتباه، بس مش عند الاطفال بقى، عند الامهات. الحقيقه انه الامهات بتشتكي ان الولاد ما عندهمش تركيز، بس هو الواقع الاليم ان الامهات هي اللي ما عندهاش تركيز اصلا. يعني انا كواحده ما نمتش تقريبا، نام 4 ساعات 5 ساعات، فاستطيع ان احدثك، يعني انا ادعي اني انا خير من يحدثكم عن تشتت الانتباه عند الامهات. ليه بقى؟ تشتت الانتباه عند الامهات مشكلته في حاجه، ان الام هي اللي بتبقى تايهه، لكن بتفضل ترمي المسؤوليه على العيل. يعني انت مش منتبه، انت مش مركز، حرام عليك، بص قدامك، ذاكر، ما جبتش كذا. يعني هي اللي تايهه، هي العيل يعني اموره تمام، هي الام اللي تايهه ومش عارفه اولها من اخرها. فانا حبيت النهارده ان انا اعمل اعتراف. انا احتمال اعمل السلسله دي سلسله فيديوهات اسمها اعترافات انا بعترف ان انا واحده عندي تشتت انتباه زي امهات كتير جدا. حضرتك بتبقي صاحيه الصبح مش فاهمه المطبخ فين اصلا، مطلوب منك ان انت تعملي لانش بوكس، مطلوب منك ان انت تحضري الشنط، تلبسي العيال، تلبسي عشان لو عندك شغل مثلا ولا حاجه. كميه حاجات انا نفسي حتى مش فاكراها عشان اقولها، يعني انا مش عارفه انا بعملها ازاي اصلا. والواقع ان انت بتضطري، اسفه، زي الجزمه تعمليها. مع احترامي ليكي كأم، انا مع كامل احترامي ليكي، بس زي الجزمه برضو تقومي تعملي كل الكلام ده انت مش شايفه. يعني انت عامله زي الروبوت كده، تخلصي تتكعبلي في اي مواصله عشان تروحي شغلك، توصلي انت مش فاهمه اي حاجه. المفروض بقى ان انت تبتدي بقى ايه، تنتجي، تعملي، تشوفي حالك. ولو انت ربة منزل تطلعي بقى تشوفي بقى ايه، عايزين النظافه والجمال والتألق، احلى طبخه، اجمد بيت، مسابقه احلى فرش سرير. خلينا اتكلم عني انا. بعد ما بوصل الولاد بطلع البيت ببقى مش عارفه يعني اكلك منين يا بطه، ابتدي منين الحكايه؟ يعني ابتديها من الصاله ولا ابتديها من الاوضه ولا ابتديها منين؟ يعني العيال ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا ده في كل البيوت مش عندي انا بس صوتي راح، صوتي اللي بعمل بيه مسلسلات كرتون وافلام وحاجات حلوه واداء صوتي وفي او وحركات راح. الحمد لله، العوض على ربنا. المهم مش عايزين ندعي حظنا ونبكي على اللبن اللي مسكوب. هو اوريدي السكب فعلا على البوتاجاز الصبح يعني. ودي برضو نقطه مهمه، انت تقريبا مفيش ام ما بتفورش اللبن قبل ما تنزل الصبح. ده لو ربنا كرمها وغليته اساسا ما كانتش جايباه جاهز. فاللحظه الحاسمه ان انت بتروحي تغلي اللبن وتعمليه ده يعني بيروح على البوتاجاز، وتلاقي نفسك طلع لك تاسك جديده ان انت تنضفي بقى البوتاجاز اللي انت دشملتيه. فنرجع لنقطتنا. بصوا تشتت الانتباه بيوصلنا لفين؟ احنا انت ده جزء مهم بقى من تشتت الانتباه. انت بتتكلمي في موضوع وتلاقي نفسك دخلتي بلا مقدمات في موضوع تاني، تلاقي نفسك انت كنت بتنسي على ايه، تلاقي طول النهار بقى اللهم صل على النبي انا كنت بقول ايه وانا كنت عايزه ايه. تخشي مثلا اوضه العيال، انت كنت داخله الهدف مهم جدا جدا وحيوي وحاسم بس مش فاكراه. تبتدي تنضفي الشقه بقى وعينك ما تشوف الا النور. تبتدي بقى ايه، من كل بستان زهره تقعدي في الصاله. انا هنضف الصاله طبعا اصلا عشان تقرري انت هتبتدي منين. دي قصه بداتي وربنا كرمك وانطلقتي، فبتبتدي بقى القصه اللي بعدها. نبتدي منين الحكايه؟ تلاقي نفسك على بعد 400 متر الاتجاه نحو اليمين باتجاه الطريق المنحدره. كتر خيرك يا حبيبي، كتر خيرك، شكرا انك بتساعدني في حياتي. الراجل ده اكتر واحد بيساعدني في حياتي بجد يعني. المهم نرجع لنقطتنا، مش عايزين نفقد انتباهنا وتركيزنا بعد اذنكم.
الاتجاه نحو اليمين باتجاه الطريق المنحدرة. عايزين نفقد انتباهنا وتركيزنا، نعمل ايه بقى؟ اللي بيحصل ان انت بتبتدي تنظفي الصاله، فتفتكري ان انت في حاجه عايزه تشيلها من الاوضه، تخشي الاوضه تلاقي مثلا السرير عايز يتعدل، فتبتدي تعدليه، وبعدين تفتكري ان انت في لبن انت ناسيه على النار اوريدي. تخشي المطبخ تلاقي نفسك افتكرتي انت اللي كنت انت يعني العيال كانوا دالقين حاجه في الاوضه قبل ما ينزلوا، فتروحي اوضه العيال عشان تلمي الحاجه اللي كانت مدلوقه، فتفتكري ان انت ما خدتيش مثلا الصابون والفوطه والحاجات اللي انت هتنضفي بيها، فتجري على مثلا على المكان اللي انت شايله فيه حاجه التنظيف، فتكتشفي اصلا ان انت ما عندكيش صابون اساسا، فتفتكري بقى ان انت عايزه تنزلي تشتري صابون وتشتري ادوات تنظيف، فتروحي عشان تلبسي العبايه تفتكري ان انت اوريدي كنت في الاوضه، اللي انت كنت لسه كنت في الاوضه وما عملتيش حاجه، يعني الهدوم لسه على الكراسي، الحاجه السرير ما اتفرش، الباسكت مليان زباله، محتاجه ان انت تروقي الدنيا، عايزه تنفضيها، كان عندك امل وطموحات ان انت تنفضي الشباك وتمسحي الاوضه مسحه كويسه، كلها طموحات واماني، واماني مرهقه، اماني محتاجه اللي يساعدها عشان نساعد ربنا. تمام؟ خلصنا بقى. بعدين تبتدي تقعدي كده على جنب، تفتكري انت كنت اوريدي بادئه في الصلاه وما كملتيهاش، هي كانت نقطه البدايه، تبتدي بقى تفكري انا كنت فين يا ترى، اللهم صل على النبي يا رب، انا كنت بعمل ايه، انا اصلا انا مين، انا اسمي ايه. وبعدين في النص كده تبتدي بقى تفتكري ان انت بسم الله الرحمن الرحيم المفروض هتعملي اكل. ده انا عايزه انزل السوق بقى، روحي السوق. طبعا مش عايزه اقول لكم، هتبتدي بقى تعملي فيها واحده نصحى، وتبتدي بقى تكتبي ايه ليست بالحاجات اللي انت عايزاها عشان ما تنسيش، ما انت ناصحه ومشتته في نفس الوقت. يعني التشتت لا ينفي النصاحه، والنصاحه لا تطغى على التشتت، يعني الاثنين ماشيين مع بعض في سكه واحده مودينا 60 ده. المهم تكتبي القائمه اللذيذه العظيمه بتاعتك، تنزلي السوق، تبتدي ماشيه كده ماشيه، ده سواء بقى سوق سوبر ماركت، انت والطبقه الاجتماعيه اللي انت بتنتمي ليها، وتروحي بقى عشان تخشي بقى ايه، انا كنت بقول ايه، كنت بتكلم عن تشتت الانتباه عند الامهات، سوري. فتخشي بقى عشان خير والصلاه على سيدنا محمد، تشوفي انت هتعملي ايه في السوق. ممكن بقى الورقه دي لو وقعت منك مأساة، خلاص انت هترجعي انت مش فاكره اصلا انت كنت جايه هنا ليه اساسا، بعدين ترجعي بتكتشفي ان كل الحاجات اللي انت كنت عايزاها تعمليها في الشقه ما عملتيهاش، من كتر اللف بتفرهدي بتقعدي. احلى حاجه بقى في الاخر بتحصل ايه، يعني الشيء بقى اللي بيتم بمنتهى الدقه والوضوح والثبات، انت بتروحي بعد بقى في الاخر تفتكري ان انت اصلا ما فطرتيش، ما اكلتيش حاجه وقلبك وجعك، وحتى النسكافيه ما شربتوش، حتى البيبسي ما خدتش بق، هتروحي بقى قاعده داخله عامله لك كوبايه نسكافيه متينه بدعوه ان انت عايزه تركزي، محتاجه تركزي. عشان كده مبيعات القهوه والنسكافيه عاليه، وتلاقي كل الامهات مصورين كوبايه النسكافيه كده الصبح، قهوتي وفيروزي واشيائي، هي اصلا هي تايهه وعندها تشتت انتباه، بس هي مش قايله لحد. بس تيجي بقى تقعد على الكنبه حبيبتها، الكنبه يعني تشوفها جايه من بعيد، استغفر الله العظيم يا رب جت تبتدي بقى تقعد تشرب نسكافيها، تمسك الموبايل تفر فيه فرتين ثلاثه، تلاقي الساعه جت 2، المفروض تنزل تجيب العيال ومفيش اكل اتعمل، تلاقيها بقى ماشيه عامله زي الملسوعه، وهكذا بقى دواليك. هي الحياه بتمشي على هذه الطريقه كل يوم. بس فانا عايزه اقول لك بقى على حاجه، نيجي بقى للمرحله اللي بعد كده. انا ما كنتش عايزه اتكلمكم في الحته دي، بس يعني اسفه انا مضطره احكي لكم، يعني مضطره اتكلم في النقطه دي تحديدا، في البوينت دي، اخواتنا اللي من الطبقه العاليه. البوينت دي مهمه. ايه البوينت دي بقى؟ بتقولي ايه؟ بتقولي ان حضرتك لما العيال بيجوا من المدرسه بتبتدي بقى مرحله تشتت الانتباه الحقيقيه، لا او خلينا نقول السبب الرئيسي اللي كان موصلك لهذه الدرجه من المأساة والمعاناه. ليه بقى؟ العيال بيخشوا، شفتوا التتار لما دخلوا مصر؟ شفتوا هم دخلوا مصر؟ انا مش فاكره. المهم يعني انه زي المحتل كده بيخش البلد، او بالظبط، او خلينا نقول بقى اذا زوار الفجر كانوا بيخشوا، الدواليب بتتنيل، الهدوم بتترمي في الصاله، الحمام اللي انت ده لو كنت عملتيه يعني بيدشمل. بصوا يعني
هي حاله تخريبيه غريبه جدا، وانت اصلا ما فيكيش نفس وما فيكيش حيل، وست مشتته. انت ست مشتته، واعذريني بس انا لازم اواجهك بحقيقتك. انت ست مشتته وتايهه ومرهقه تعبانه وزهقانه وقرفانه، بس من الاخر تمام. بس يا ستي، فانتي بقى بتروحي ايه؟ العيال يجوا بقى يعملوا حاله الفوران اللي في البيت دي، مش عارفه تمسكي مين وتسيبي مين. عايزين بقى يتغدوا، تبتدوا بقى في مرحله التوهان الحقيقيه اللي هي ايه بقى؟ يلا يا حبيبي خدت ايه؟ عندك ايه؟ تيجي العيل الصغير يعيط عايز ينام، ما هو ما نامش من الصبح. تيجي تحاولي تنيمي ده يزن، سكتي ده يعيط، تفتكري ان انت ما غديتيهمش بتغديهم، بعدين تفتكري ان انت اصلا انت نفسك ما اتغديتيش، انت ما عملتيش غدا اساسا. صباح الفل. بس وهكذا بقى ينشأ جيل من الاسر التايهه المرهقه التعبانه، مش فاهمه هي رايحه فين ولا جايه منين، وهي حبذا بقى لو في تمرين. يعني دي بقى ده موضوع ذو شجون، مش عايزه اتكلم في النقطه دي عشان النقطه دي جارحه. لو في تمرين فانتي رحمه الله عليكي، قلبي معاكي وروحي معاكي وتشتتي انت براحتك، انت مرفوع عنك القلم ان شاء الله في الجنه ونعيمها ان شاء الله يا حبيبي. ويا سلام بقى لو جمباز، معلش. دي تشوفوها في الشارع تبوسوا راسها وتدوها اي حاجه وتحطها على جنب. دي ست مرهقه 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 مرهقه. محتاجه شريط اسمه ايه؟ شريط فيروجلوبين، عشان دي الحديد غالبا بيكون واقع وبتكون خلاص يعني على الله حكايتها، زي بالظبط حرفيا على الله حكايتها. بس بقى دي قصه الامهات مع تشتت الانتباه. فانا نصيحتي ليكوا ايه؟ نصيحتي ليكوا رفقا بنفسكم، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ايه يعني شام تروق عادي، نامي يا حبيبتي نامي وانبسطي. كان عندي استاذ في الثانويه العامه الله يمسيه بالخير، مش فاكره اسمه يعني، بس انا فاكره كلمته يعني ما بنساهاش. كان يقول لك لو انت وصلت لنقطه تايه ومش عارف تعمل ايه، خش نام على طول. الراجل ده انا بحترمه. ليه بقى؟ لان غالبا قله النوم هي اللي بتعمل كل ده، لان وبرده قله النوم اللي مخليني اعمل الفيديو ده. بص منظري عامل ازاي. هو قله النوم بتخلي البني ادم يعمل حاجات كتير غلط في حياته. فعشان ما تتشتتيش وما ترهقيش وما تتعبي، نامي. كل ما تجيلك فرصه، لو عرفتي كل ما تجيلك فرصه نامي على طول، نامي. طبعا هتكتشف ان ابنك عنده نزله معويه، بنتك عندها امتحان بكره، لا بأس، ولا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة، والدنيا بتمشي ومعلش وما جراش حاجة وكل حاجة تبقى كويسة عادي. روقي كده، روقي، روحي اعملي كوباية النسكافيه بتاعتك، الكنبة تناديكي، ادي كده شوفي ايه اللي حصل وايه اللي جرى، وسيبك من الدنيا باللي فيها حبيبتي. سلامك النفسي اهم من اي حاجة. واشوفك على خير في الفيديو الجاي. اكون انا ركزت شوية كده وقدرت الاقي حل لتشتت الانتباه عند الامهات. واكلمكم بقى في الفيديو الجاي. ادعوا لي عشان انا ما نمتش. عندنا تمرين جمباز. عندنا تمرين جمباز. اللي يشوفني يبوس دماغي ويحطني على جنب. صباح الفل.